بمكانك لا تتحرك، ابقى بمكانك لا تتحرك وباشر بالاذان، اشهد ان لا اله الا الله، والسياره ظلت تهتز. السلام عليكم شباب، انا شلونكم؟ رجعت فيكم فيديو جديد وياكم علاب من بغداد. حاب اشكركم من كل قلبي على التفاعل بالفيديو اللي فات، وهذا الفيديو راح يكون اسطوري وقصته اسطوريه، والفيديو هذا كلش مليان رعب ويخوف، يعني بدون اي مجامله. اذا كنت تخاف اطلع من هذا الفيديو. قصتنا اليوم عن جن ابو فانوس. طبعا هذا فانوس كان بالصحراء، جبته من الصحراء اللي راح احكي لكم بها القصه. قصتنا اليوم عن اشهر جني خطير ويخوف. نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم حذرنا من يمه وقال ما راح اقول لكم، انتظروا بالقصه. المهم، قبل لا نبدا قصتنا خلينا نعطيكم معلومات سريعه عن هذا الجن وش جد خطير وليش يخافون من يمه وشنو سبب شهرته. جن ابو فانوس او ملقب جن الصحراء او ابو سراج او ابو نويره او ابو فانوس زلنا مسمياته. ليش يسمى بهذا الاسم؟ لأن دائما يطلع على شكل شعلة نار، يختفي ويطلع فجأة بمكان ويطلع بمكان ثاني، والناس من يشوفونه من بعيد عبالهم أحد محتاج مساعدة، أو الناس اللي بالصحراء يكونون ضايعين يشوفونه على أمل أنه هو شخص من بعيد قاعد يضوي، أو سيارة أو خيمة أو ناس مسوين تخييم، يروحون لهذا الضوء على أمل يحصلون مساعدة. لكن المشكلة الكبيرة اللي تصير انه هذا الجني ياخذهم لمكانات بعيدة ويعوفهم هناك، يقتلهم الجوع والعطش ويموتون. واحيانا ما يموتون بسبب هذا الشيء، احيانا يموتون بسبب انه ياخذهم المكان تسكن به الجن، قبيلة من الجن او معقل مال الجن، لان صحراء السعودية مشهورة اكثر شيء بالجن، او صحراء شبه الجزيرة العربية بشكل عام مشهورة بتواجد الجن. شلون يقنع الناس انه هم يروحون ورا؟ انت تكون ضايع فجأة بالصحراء وتشوف قدامك ضوء قوي يروح ويجي يتحرك، راح تعتقد انه هو شارع عام او سريع، او راح تعتقد انه خيمة او شخص من بعيد او سيارة، وانت عندك سيارة، شيء اكيد راح تروح ورا هذا الضوء على امل تحصل مساعدة. لكن اتأكد اذا رحت ما راح ترجع، واذا رحت ورجعت علق لي على هذا الفيديو. المهم، هاي معلومات عن جن ابو سراج او ابو فانوس. خلينا نبدي لكم بقصة ياسر بعد ما انطيتكم هاي المعلومات. ياسر شاب صغير بعد ما بالغ السن القانوني او سن ال 18، خاله كان ياخذه للصحراء يسوون مغامرات، تخييم، صيد، هاي الاشياء الممتعة اللي تسلي بوقت العطلة. فياسر حب هذا الشيء، وكان حلمه من الطفل انه يكون مغامر، وكان حلمه انه يقتني سيارة مثل سيارة خاله اللي هي التويوتا او الهيلوكس اللي ياخذوها الناس الرحالة، او تكون احيانا نجيب دفع رباعي، هاي سيارات المغامرات. وكان نفسه انه يقتني اجهزه جي بي اس وخيمه ومعدات مال صيد حتى يمارس طقوسه بالصحراء، صيد ومغامره وتخييم، وانتم تعرفون هذا الشيء. المهم، ورا ما خلص ياسر دراسته قرر يشتري سياره، يعني بعد ما حصل على وظيفه وصارت عنده فلوس وصار طاق، اشترى سيارة أحلامه وجاب أجهزة جي بي اس وأجهزة صيد ومعدات مال تخييم كاملة. فكان محتاج أصدقاء يروحون وياه، فقرر ينضم لجروبات على السوشيال ميديا، جروبات مال مغامرين ورحالة، يسوون دائما بين فترة وفترة فعاليات تخييم وصيد ومغامرات، يستكشفون أماكن جديدة داخل الصحراء. ياسر حصل جروب واتفقوا يلتقون بمكان. ورا ما خلص كل شيء وجاب المعدات اللازمة، التقى وياهم وواحد رحب بالثاني، وبدت رحلتهم داخل الصحراء. ورا ما دخلوا بالصحراء هناك صارت المشاكل والمصيبة. ياسر مو صاحب خبرة، بس الناس اللي كانوا وياهم كانوا معتقدين انه هو عنده خبرة ومعلومات كافية، خبرة بكل شيء، بس هو كان مبتدئ واول رحلة تخييم له، وكانت حرفيا اسوأ رحلة سواها. ليش وشنو صار؟ جاكم بالقصة. ورا ما عينوا المكان اللي راح ينصبون به الخيمة ونصبوا معداتهم وبدوا يصيدون وبدوا يسوون فعالياتهم داخل الصحراء كأي مغامر، اجى لياسر اتصال بعد الغروب، يعني تحديدا بين الثمانية، السبعة ونص، بثمانية بالسبعة، اجى اتصال من اهله: يابا ياسر تعال ارجع للبيت، والدتك مريضة وضروري ضروري ترجع هسه. ياسر قال لهم ما بيها مجال انه بعدين او شيء، قال لهم انا داخل الصحراء والدنيا ليل، قالوا له ضروري ترجع هسه. المهم ياسر سد التليفون وانطى خبر لاصدقائه، قال لهم شباب والدتي مريضة ولازم ارجع. قالوا له يا معود الدنيا ليل وين راجع؟ اجلها للصبح. هو لا، قال والدتي مريضة وضروري ارجع. قالوا له تعرف الطريق؟ قال لهم شيء اكيد اعرف الطريق وانا ما راح اضيع. هم عبالهم عنده خبرة، لكن الصدمة راح تشوفوا هاي صار وياه. ورا ما ياسر حزم امتعته وشال غراضه ومعداته وصعد بالسيارة، كان يعتقد انه هو راح يقدر يرجع على اثار التايرات اللي اجى بيها. تدرون الصحراء ومن تمشي بيها تترك اثر، هو كان معتقد انه هو راح يرجع على اثار السيارة مالته. خطيه. المهم خليني اقول لكم ايش صار وياه.
ورا ما شغل سيارته وانطلق، وكان يندل الطريق على يعني معرفته وحسب خبرته. بدأ يمشي ويرجع على آثار التايرات إلى أن وصل المنطقة مقطوعة شباب. ورا ما وصل لهاي المنطقة المقطوعة أو مو مقطوعة، يعني منطقة تيه بها آثار العجلات مالته، ظل يدور نفس مكانه. اعتقد انه هو ضيع الاثار مال العجلات بسبب التراب او بسبب الهواء، لان تدرون التراب ولما يجي على الاثار يضيعها، لكن ما كان يعرف شنو صار. فظل يمشي ويمشي يمشي الى ان شاف ضوء من بعيد. ومثل ما تعتقدون يا شباب، هذا الضوء اللي هو ببالكم حاليا ضوء ابو فانوس. وياسر ما كان سابقا عنده خبرة او عنده معرفة بهذا الشيء، ومثل اي شخص عادي ضايع بالصحراء تبع هذا الضوء. ظل يروح ويجي، ظل يروح ويجي، ظل يروح ويجي ورا هذا الضوء الى ان تايراته غرزن بالتراب او طمسن بالتراب. ظل يحاول يطلع حسب يعني التكتيكات اللي يتعلمها شلون يطلع روحه اذا عصى، لكن كل محاولاته فشلت. راد يتواصل ويا اصدقائه لكن ما قدر بسبب ضعف الارسال داخل الصحراء. هو حسن حظه جايب جهاز مقوي الشبكة. هذا الجهاز اذا كنت بمنطقة مقطوعة تربطه داخل الريسيفر مال نداء داخل السيارة وراح تقوى عندك الاشارة. لكن ياسر ربطه يعني بس ما كان يعرف، المهم قدر يربطه وحصل اشارة. وهو قاعد يحاول يربط الريسيفر بشكل صح، شاف اكو شخص قريب من المراية مالته، شخص واقف، شخص على شكل هيكل يا شباب، مو هيكل عظم، لا، مجسم الانسان واقف بس ما عنده ملامح بسبب دنيا الليل، لكن ضوء القمر كان قوي وقدر يوضح له شوية تفاصيل بس ما كان يشوفهن بشكل صح. بدأ ياسر يصيح له: يا خال، يا عم، باللهجة السعودية أو اللهجة الخليجية: يا خال، يا عم، تقدر تساعدني أنا ضايع؟ يا خال، يا عم، ساعدني ضايعاني. وهذا الضوء باقي بنفس مكانه ما يسوي أي شيء، وهذا الهيكل أو المجسم هم واقف بمكانه ما يسوي أي شيء. الضوء اللي كان يتبع ياسر وقف على مسافة بعيدة، وقف يراقب كأنه شخص يباوع عليه، وهذا المجسم بقى ساكن بمكانه. ظل يصيح: يا خال. ورا ما قال له: يا خال، يا عم، ساعدني، أن مد راسه من الشباك ولاحظ انه هذا ما قاعد يمشي، طايف على الهواء هيك مسافة خفيفة، لهذا السبب كان يمشي بسهولة. والأكثر موقف يعني والأرعب من هذا انه هو تقرب وطلعوا اثنين أقزام بصفه. انصعق من الموقف وخاف رأسا، رجع قفل سيارته وربط جهاز الاتصال وبدأ ينادي ويطلب مساعدة من أصدقائه، إلى أن قدر يحصل إشارة ضعيفة وتواصل وياهم. قال لهم: شباب، أنا ضيعت الطريق وشخص شفته من بعيد يضوي لي وأنا رحت وراه، لكن هذا الشخص ظل ياخذني المكان أبعد وأبعد وأنا هسه ضيعت، وهذا الضوء كل ما أتقرب من يمه يبعد والسيارة عصت بالتراب، وأرجوكم ساعدوني. هم ظلوا يضحكون. قال لهم: ليش تضحكون؟ ترى انا بموقف كلش صعب. قالوا له: انت شكلك جديد على هاي السالفه وما تعرف شنو القضيه. قال لهم: شنو القضيه؟ قال له: هذا الجن ابو فانوس معروف بالصحراء، كل الناس يعرفون المغامرين، ومن قد ما معروف يسمونه جن الصحراء. شلون تروح وراه؟ قال له: هذا الجن ممكن يأذيك، ابقى بمكانك ولا تتحرك. قال لهم: هسه هذا عرفته، بس اكو اشخاص قاعد يبوعون علي من السياره مسافه بعيده. هو قال لهم اشخاص، وهم رأسا وقفوا والضحك والطقطقه، وقالوا له: ابقى بمكانك لا تتحرك، ابقى بمكانك لا تتحرك وباشر بالاذان، كل شيء يصير لا تترك الاذان، ابقى بمكانك، احنا جايينك لا تتحرك. يقول: انا خفت، قلت لهم: ليش وقفت تضحك؟ شنو صاير؟ ليش اذن؟ ايش صاير؟ قالوا له: ابقى وباشر بالاذان ولا تتحرك من مكانك. ياسر سد الاتصال وقال لهم: منتظركم وبسرعه تعالوا لي، وهم قطعوا الاتصال همين وظلوا يجون إليه. لكن ياسر من قد ما كان مرعوب وخايف نسى يأذن، نسى يذكر الله، وصار وياه كلش صعب. هو ظل يذكر، يعني هو ظل يبوع عليهم يتقربون ويتحركون مسافة قريبة من يمه، إلى أن يتذكر لازم يأذن. وهو قال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والسيارة ظلت تهتز، ظلت تهتز شلون الزلزال. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. والسيارة تهتز، وهذول يروحون قريب ويجون قريب، يروحون قريب ويجون قريب، إلى أن لمح الضوء مال سيارة أصدقائه، وهذول شردوا وراحوا وما أذوه، والجن أبو فانوس هم انسحب من مكانه. ربطوا السيارة مالته وسحبوها وطلعوها.
ودلوه على الطريق ورجعوه لمكانه، وظلوا يقولوا له انت شلون سويت هاي الحركة الغبية؟ ليش رحت وراه؟ ليش اتبعته؟ انت ما تعرف؟ قال لهم ما اعرف. قال لهم شنو قصته؟ شكو يصير؟ قال له هذا جنة ابو فانوس، وياخذ الناس اللي ما كانت مقطوعة يخليهم يموتون من الجوع او يضيعون ويموتون من العطش. قال لهم ابو فانوس وعرفته. زين هذول الاشخاص من امه؟ شكو شنو هذولي؟ قالوا له هذا ابو فانوس ياخذ الناس مو بس يضيعهم ويخليهم يموتون من الجوع، قال له ياخذهم الاماكن تسكن بها الغيلان او الغول، ها او القبائل ما جن همين مو شرط غيلان. قال له هذا جن وتشكل بهيئة غول، وانت رحت المكان بتسكن غيلان. انت لو باقي خايف ومصيح كان لبستك الغيلان او لبستك الجن او اذوك. وقالوا له انه همين اكو حالات صارت وياهم سابقا، واحنا ما ردنا نقول لك انه انت حاليا بنص قبيله ما جن، حتى لا تخاف ولا تنسعق ويصير بك شيء او يلبسك احد الجن. المهم قالوا له هاي السالفه معروفه، انت لحسن الحظ انه نجيت وطلعت بسلامه، واحنا رحاله ومغامرين نعرف حديث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، قال اذا تشكلت او اذا بدات او اذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالاذان. حديث النبي يقول اذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالاذان، حتى لا تاذيكم، حصنوا روحكم بذكر الله لما تتعرضون لهيك مواقف. وهو يعني ما راح ينسى هذا الموقف، وحتى اعتقد ترك سالفة التخييم والمغامرات بسبب هاي الحادثة اللي صارت وياه، ولحسن حظه ما اذوه الجن او ما سووا له اي شيء. هاي قصتنا اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم. واللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك حتى استمر واقدم واطور اكثر واكثر. اشوفكم على خير وبس.